السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة سكر الباجوري للحمام. أخوكم في الغواية والهواية وكل حاجة حلوة. طبعا شكرا لكل متابعينا يا جماعة، شكرا لكل اللي بيدعمونا بره مصر جوه مصر في كل المحافظات، شكرا لأي حد محترم بيحط لنا كومنت يا جماعة، شكرا للناس اللي بتدعمنا وبتخلينا نتقدموا. معلش طبعا على التأخير اليومين اللي فاتوا. طبعا انا بقالي 3 4 5 ايام كده ما سجلتش حاجه، بس والله زي ما انتم شايفين كنت شغال في المانير ده. المانيور ده يا جماعه ان شاء الله باذن الله انا طالع النهارده اتكلم عن كيفيه عمل العيون الخشبيه وايه المقاس المناسب لينا بالنسبه لاخواتي اللي بيفرخوا. طبعا الكلام ده يا جماعه للناس المبتدئين مش للناس الحريفه. الناس الحريفه طبعا فاهمه الكلام دوت. ده طبعا صنع ايديا ان شاء الله باذن الله، شغل اخوكم. طبعا حاجه على قدنا كده، هي حاجه بسيطه من فضل الله علينا طبعا، وبرضك يعني ايه بنعمل بسرعه، مش برضك مش بالدقه والاتقان، يعني احنا بنشتغل في حاجتنا مش عند حد. فطبعا هنا ان شاء الله بصوا يا جماعه ده مانير 20 عين. التكلفه تقريبا خشب كله طبعا زي ما حضراتكم شايفين كلها سدابه سنتي تمام، زائد القوائم كلها 2 سنتي 2 في 2 طبعا هنا. دي تكلفته حوالي تقريبا كده حوالي 1000 جنيه 900 جنيه حاجه كده طبعا، وانا اللي شغال بايدي. طبعا هنا انا سالت بره مثلا لو فرضنا حد يشتغل يعمل لنا العيون ديت مثلا، او يعمل لنا عين مثلا زي ديت او عين زي ديت، عين فرخ بتتكلف كام مصنعيه بس؟ قال لي حوالي تقريبا 25 جنيه مصنعيه. طبعا لو حضرتك هتعرف تعمله بايديك يبقى انت وفرت مثلا تقريبا ما يقارب مثلا ال 1000 جنيه مصنعيه حاجه كده، يعني في الرينج ده حضرتك هتضرب 250 بتاع 500 جنيه. 500 جنيه توفير مصنعيه او اكتر في الكلام دوت بالنسبه للمانير ال 20 عين. طبعا هنا بالنسبه للمانير ال 20 بصوا بقى معايا انا عملت ايه. انا الاول عملت البابين اللي فوق دول عملتهم مسطبه للزغاليل، عملتهم مسطبه للزغاليل او مسطبه للطواير تمام، وكملت باقي البيبان زي ما حضراتكم شايفين اهوت. طبعا هنا العين بالنسبه لنا العين ديت عشان تكون فرخها مرتاح زي ما حضراتكم شايفين لازم يكون عرض العين كده 50 سم او 60 سم، دخول 50 سم. اهم حاجه طبعا يا جماعه الارتفاع عشان خاطر الحمام وهو بيكسر يكون مرتاح في قلب العين. طبعا زي ما حضراتكم شايفين ده ارتفاع العين ده 40، يبقى ايه المقاس المناسب؟ المقاس المناسب بيبقى 60 في دخول 50 في ارتفاع 40. يعني بصوا حضراتكم كده 40 كده 60 دخول كده 50 سم تمام. ده كده بيبقى بالنسبه للعين الفرخ، ودي العين المناسبه بالنسبه للفرخ، وبيبقى الفرخ كده مرتاح فيها. اما لو حبيت تعمل حاجه نفس الكلام ده بس بالنسبه النش ممكن تعملها 40 تمام في دخول مثلا 40 في ارتفاع 30 سم او 25 سم، بتبقى كويسه مش وحش. طبعا كل الفرد ما بقى واقف مرتاح كل ما بقى افضل بالنسبه له. وطبعا ما تنسوناش بالدعم واللايكات والاشتراك وتشغيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.